ومن هنا بدأت المصيبة. أول ليلة وهي بتسرح شعرها لمحت في المراية حاجة مش تمام. كانت شايفة نفسها لابسة فستان أبيض طويل ومكياج تقيل وطرحة نازلة لحد رجليها. هي واقفة بشورت وتيشيرت، لكن المراية كانت بتوريها حاجة تانية خالص. افتكرت إن ده خيال ومسحت المراية، رجعت الصورة زي ما كانت. تاني يوم حصل نفس الشيء، بس المرة دي كانت المراية بتتهز لوحدها زي ما حد بيقف وراها. وسما بدأت تسمع صوت همس خفيف بيقول لها: جهزي نفسك، الليلة فرحنا. عدى كام يوم وأمها لقت المراية متعلقة في أوضتها، رغم إنها معلقتهاش. كل ما تشيلها وترميها تلاقيها راجعة مكانها تاني يوم الصبح. وفي ليلة مطر الكهرباء قطعت وسما كانت لوحدها في الأوضة. الضوء الوحيد جاي من المراية، نور أبيض ضعيف كده زي لمبة فرح قديم. قربت منها وهي مرعوبة، شافت نفسها لابسة نفس الفستان الأبيض، بس المرة دي كان في وش تاني وراها في المراية، وش ست باين عليه كدمات وعينيها مفتوحة على الآخر. الست دي كانت بتعيط وبتضحك في نفس الوقت. ولما سما صرخت النور قطع تماما. الصبح أمها لقيتها نايمة على الأرض والمراية مكسورة نصين، لكن الغريب إن في الصورة اللي على نص المراية كانت سما لابسة فستان الفرح والنص التاني فاضي. من يومها كل اللي يشتري المراية دي من السوق يشوف نفسه يوم ورا يوم لابس فستان أبيض، والليلة اللي بعدها بيختفي والمراية لسه هناك في نفس السوق، تلمع كل جمعة مستنية عروسة جديدة.